ايه رايكم يا اولادي في الفكره اللي قلت لكم عليها دي؟ فكره هايله يا حاج، تسلم دماغك. لو سمحت لي يا حاج، انا ليا راي مختلف شويه عن راي يوسف. راي مختلف؟ راي يا حبيبي قول، انت عارف انا يهمني اسمع رايك. ربنا يخليك يا حبيبي. دلوقتي يا حاج انا رايي ان احنا لازم نكسب ثقه التجار، وبيتهيألي ده مش هيحصل الا لو ادينا لهم البضاعه من غير مقدم. من غير مقدم ازاي يا حبيبي؟ مش انت يا حاج لسه قايل دلوقتي ان في ازمه سيوله، والتجار دول بتوعنا، يعني لازم نكسبهم في صفنا. يبقى احنا نديلهم البضاعه من غير ما ناخد منهم مقدم، وبعد اسبوعين ناخد منهم نص الثمن. الله، طب والنص التاني يا ابني؟ هناخده يا حاج، بس لما الظروف تتحسن، ما احنا كده كده هناخده. الله، الله عليك وعلى دماغك اللي ربنا منورها لك دي. انت حبيبي، انت حبيبي. ربنا يخليك لينا يا حاج، وما يحرمناش منك ابدا، يا اجمل واحن اب في الدنيا دي كلها. بتعمل ايه هنا يا زفت؟ قول يلا، روح اعمل كوبايتين شاي يلا. يلا يا وحيد، روح شوف الحاج قال لك ايه واعمله. يلا يا وحيد. انا مش طايق، انا مش فاهم انت جبته هنا ليه؟ مش كفايه علينا انه في البيت؟ خلاص يا حاج، خلاص هرجعه لك تاني البيت، ما تزعلش. قول لي بس، الوزير قال لك ايه في المكالمه دي على الصلاه؟ سبخ لي برضه، قال لي اتفضل شوف ابنك. كان ناقص يشتمني في الجورنان بالاب والام كمان. اسود ومنيل. طب انت قريت الجورنان؟ لسه بعت زكي يجيب الجورنان الزفت. لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة على التأخير. يلا يا ابني اتفضل الجورنال اهو. ايه يا حاج خير؟ خير ايه بس؟ ده كاتب بالبنط العريض هيخربوها، وحاطط صورة الوزير هنا كمان اهي. لابد أن نستيقظ قبل أن تحدث الكارثة أن سياسة هذا الوزير في التجارة وخاصة في الاستيراد تؤدي إلى خراب وإغلاق مئات الورش والمصانع وتشريد العمال والصنايعية، والبركة في فساد الجمارك وغياب معايير الجودة. وهذه السياسة ستلقي بالبلاد إلى الهاوية. يا حاج الكلام ده ما تسكتش عليه، انت لازم تجيبه وتشوف الموضوع ده. انا كلمته 100 مرة انما مفيش فايدة، ده عاوز يوديني في داهية، عاوز يخرب بيتي. دلوقتي انت تعرف اصحاب الجورنال الزفت ده؟ نعرفهم يا حاج. انت ايه اللي في دماغك يا حاج؟ انا حرمي كل فلوس الاعلانات عند الناس دي، وهو يتحمل مسؤولية نفسه بقى. إن هؤلاء التجار معروفين بالاسم والعنوان في كل مجالات ده ناقص يكتب اسمي علني كده. طيب معلش سيبولي، انا هعرف اتصرف معاه. بقول لك انت قاعد بتعمل ايه عندك؟ مش الحاج طلب منك شاي يا حبيبي؟ ما انا قلت لصالح. صالح ايه؟ صالح ايه؟ وانت قاعد على المكتب ده بتعمل ايه؟ انت عارف لو الحاج شافك قاعد على المكتب ده بالذات هيعمل فيك ايه؟ هيعمل ايه يعني؟ وبعدين هو المكتب ده يفرق ايه عن بقيه المكاتب؟ الله، انت لسه هتلاقي؟ قوم يلا، قوم يلا، قوم اكلمك. انت بتزقني ليه؟ وانا عملت لك حاجه؟ الله، ده انت بتبوق فيا كمان. زكي، الواد ده تجيب له عربيه تروح على البيت، تعمل الجنينه وتنظف الجراج وتشوف اللي وراك.